ال 120,000 جنيه يجيبوا لك ايه؟ ال 120,000 جنيه عد معاه بقى كده واكتب في ورقه وشير الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، علشان تبقى الناس فايقه وعارفه بيتعمل عليها مصالح في كام. تستلم بيها غرفه نوم كامله، تستلم بيها غرفه شبابي او اطفال دولاب متر وخمسين، تستلم بيها انتريه اي موديل انتريه على مزاجك، تستلم بيها ترابيزه سفره وست كراسي. المجموعه دي سعرها 90,000 جنيه. طب لو هتدفع ال 120,000 جنيه هتستلم معاهم بقى، عد معايا، هتستلم معاهم مولل للسراير، هتستلم معاهم 3 مراتب، وتستلم معاهم كمان يا باشا شحن وطلوع وتركيب لأي مكان في مصر. ده كله وبرضه ما وصلناش لل 120,000 جنيه. المجموعة دي كده كلها على بعضيها النهارده سعرها 110، يعني هتوفر كمان 10,000 جنيه تحطهم بقى في أي بند. طبعا الكلام ده هيزعل مننا ناس كتير، ولكن للأسف دي الحقيقة. الناس بتنزل بيتعمل عليها مصالح وبيشتغلوهم وبيدوا لهم الحاجه باغلى من قيمتها. ما تخليش حد يشتغلك ويديلك الحاجه باغلى من قيمتها بكتير جدا. تعال بقى افرجك على الشغل اللي احنا بنتكلم عنه. هفرجك الاول على موديلات غرف النوم اللي بنتكلم عنها جوه العرض ده. هنعرض دلوقتي موديلات غرف النوم، وطبعا في اكتر من 1000 موديل غير اللي هتشوفهم في الفيديو. متاح عندنا موديلات تانية في باقي الفروع. احنا عندنا فرعين تاني، فرع في اسكندرية في المعمورة، وعندنا فرع تاني في الجيزة، والفرع اللي بنصور منه ده موجود في حدائق الاهرام. وعندنا شغل بفضل الله في المصنع جاهز على التسليم فورا، وعندنا شغل في المخازن. يعني كمان الموديلات دي في موديلات كتير جدا تاني تقدر تختار منها. يعني حتى لو انت عايز تغير بقى في الموديلات، عايز تعدل في الالوان، واي شغل تشوفه على اي صفحة على الفيسبوك او في اي شركة ان شاء الله متوفر عندنا برضو. لان بفضل الله احنا مصنع متاح عندنا تشكيلة كبيرة جدا جدا من موديلات غرف النوم وغرف الشبابي والانتريهات والركن. وطبعا شغالين في كل ما يخص الاساس. الناس اللي متابعانا طبعا عارفة الكلام ده. والناس اللي بتسأل عن انواع الخشب ايه، احنا الشغل اللي بنعرضه شغل متنفذ على اتقل نجارة. اتقل نجارة دي يعني اعلى مستوى للنجارة في مصر للموديلات دي بفضل الله شغالين فيه. شغالين في اعلى مستوى للتشطيب، بنقدم فينش عالي جدا جدا، اعلى فينش موجود في مصر بفضل الله بنطلعه في شغلنا. بنطلع ضمان مع الشغل كله 10 سنين. طيب نوع الخشب برضو ايه؟ نوع الخشب بيكون اخشاب طبيعية، لان خد بالك غرف النوم بيكون فيها يعني مش اقل من 10 انواع خشب. يعني اللي منتظر نقول له شغالين خشب زان مفيش حاجه اسمها غرف نوم خشب زان. يعني بيجي لي في التعليقات كتير جدا يقول لك الغرف دي خشبها ايه، هو منتظر اقول له خشبها زان. يا جماعه مفيش غرف نوم خشبها زان. غرف النوم الخشب الزان اللي فيها لا يتعدى ال 5%. ده لو ما قلش كمان على 5%. الكلام ده انا بقوله من 5 سنين او اكتر من 5 سنين كمان، وبنفهم الناس. لكن في ناس هو عايز يخش يسمع مني ان انا اقول له خشبها زان. مفيش حاجه اسمها خشبها زان، بتبقى اخشاب طبيعيه 100%. غرف النوم لوحديها داخل فيها انواع خشب كتير قوي. بيكون ده في الداخلي بتاعها الكبسي بيكون موسكي، الخارجي بتاعها بيكون قشره. طبعا القشره دي برضو في منها انواع كتير جدا. الابلكاشن المستخدم في الكبس شغالين سه روسي مربع. طبعا ده اعلى انواع الكبس اللي موجود في مصر دلوقتي، تمام. وطبعا في شغل بيبقى معمول كونتر. الكونتر برضو شغالين بانواع كتير جدا فيه. الكونتر ده في منه انواع كتير، شغالين برضو بفضل الله باعلى حاجه موجوده فيه. فبالنسبه لموضوع الاخشاب دي الافضل انك تروح اي فرع من فروعنا وتشوف الشغل على الطبيعه وتسال وانت واقف هناك، حتى تبقى شايف الشغل على الطبيعه. لان اي حد هتساله في التليفون او في التعليقات، طبعا مش عندنا احنا بنتكلم بره، بنتكلم بشكل عام، هيقولك احنا بنشتغل بدهب. فانت الافضل او الفيصل في الموضوع انك تاخد معاك نجار تثق فيه وتشوف الشغل على الطبيعه. احنا بنختصر الموضوع بنقول ايه؟ احنا شغالين اتقل نجاره، اعلى مستوى للتشطيب، وبنقدم ضمان 10 سنين مع كل منتجاتنا. طبعا ده بفضل الله حاجات موجودة على أرض الواقع، مش بنتكلم في حاجة، مش بنقول مواصفات وهمية، لأن احنا بنعتبر اللي بيدي مواصفات وهمية للعميل بيبقى الموضوع داخل فيه حرمانية أصلا. فاحنا بنقول مواصفات بفضل الله موجودة في شغلنا، وشغل بفضل ربنا سبحانه وتعالى، يعني شغل يشرف جدا جدا. على الأقل مش هتلاقي مستوى أعلى من ده بره في أي مكان. طبعا المواصفات اللي قلناها دي ما تخص غرف النوم وغرف الشبابي
وطبعا النيشات والبوفيهات اللي هي الشغل اللي فيه مسطحات. اللي فات ده المواصفات بتاعت الخشب بتاعته. طيب ما يخص بقى الانتريهات والركن والكنب السرير، ان شاء الله هقول لكم مواصفاتهم دلوقتي برضو. هنا كل الموديلات اللي هتظهر لك في الفيديو دي ان شاء الله متاحة معانا داخل العرض، وكمان متاح اكتر من 1000 موديل تاني في غرف الاطفال وغرف الشبابي. يعني هو انت اصلا يعني باختصار اي موديل تشوفه في اي صفحة هتلاقينا صورته بنسبة 90% هتلاقيه موجود عندنا، لان احنا عندنا تشكيلة شغل كبيرة جدا جدا تقدر تختار منها. والناس برضه يا جماعة اللي بتسأل عن اللي بيقول طب احنا عايزين كتالوج نختار منه، الافضل برضو انك تروح اي فرع من الفروع، لان الشغل متغير. ممكن ابعت لك كتالوج تنقي منه حاجة ما تكونش متاحة عندي دلوقتي، لا الافضل تروح اي اقرب فرع ليك وتطلب تشوف المتاح تستلمه دلوقتي. لان انت في كل مرة بتروح فيها المكان، او احنا بالنسبة لنا كل يوم غير التاني الموديلات بتتجدد، في شغل بيمشي وفي شغل جديد بينزل الفروع. فالموضوع عندنا صعب نعمل له كتالوج، لان احنا برضو يعني بنجدد دايما في الموديلات، مش ثابتين على موديلات محددة، لا شغالين بنجدد دايما الموديلات اللي عندنا. طيب هنا السفر دي برضو سفرة من المتاح معانا في العرض، وبرضو متاح معانا اكتر من 500 موديل على الاقل للترابيزة وست كراسي تختار منها. كل الموديلات المتاحة الجديدة حاليا دلوقتي في السوق برضو شغالين منها. السفر بتكون خشب زان احمر محمل، دي نقولها بقلب جامد لان دي المواصفات الفعلية للسفر. سفنج القواعد بتاع الكراسي بيكون كثافة 33 فعلي، بيطلع معاها ضمان 10 سنين. وطبعا برضو مش اللي هتشوفه في الفيديو بس ده هو المتاح، لا ده متاح اشكال تانية كتير جدا جدا تختار منها. زي ما قلت لك كل وقت هتروح فيه ان شاء الله اي فرع من فروعنا هتلاقي تشكيلة كبيرة. الانتريه ده برضو متاح معانا، وبرضو متاح معانا اكتر من 1000 موديل للانتريهات تختار منها. طبعا احنا لو هنصور كل الموديلات المتاحة عندنا الفيديو ممكن يفضل اسبوع شغال ومش هيخلص. مواصفات الانتريهات: الخشب بيكون زان احمر محمل، سفنج القواعد كثافه 33 فعلي، بيتقال عنه 38 و45 كثافه. القماش بيكون افضل قماش موجود على مستوى مصر، ومتاح الوان كتير جدا تختار منها، بيطلع معاه ضمان 10 سنين.